ايوه انا مجنون، مجنون بحبك، والمجانين مش بتاخد تمن الجنان بتاعهم. عمرك سمعتي ان قيس خد من ليلى 8 اشعاره؟ الكلام ده كان رد الشاعر الكبير الراحل احمد رامي على ام كلثوم لما قالت له انت مجنون لانك مش بتاخد تمن اغانيك. والجدير بالذكر ان احمد رامي كتب 137 اغنية لأم كلثوم وما خدش عليهم ولا مليم. حب رامي للست حب راقي نقي بلا غرض ولا مصلحة. ولما سئل عن انه مفكرش قبل كده في الجواز منها كان رده لو اتجوزتها كان انطفى الحب. حبي لأم كلثوم عامل زي حب الواحد للهرم. عمرك سمعت عن حد اتجوز الهرم؟ وفي مرة غضبت عليه ام كلثوم وحاول يصالحها لكن ما ردتش، وساعتها كتب عزة جمالك فين من غير ذليل يهواك، وغيرها من الاشعار اللي كتبها وغنتها ام كلثوم، اللي لو ركزنا معاها هنكون بنتابع قصة حب عظيمة. واللي كان من اشهر اغاني قصة الحب دي اغنية جددت حبك ليه، واللي اتقالت عنها قصص كتير، لكن القصة الارجح بتقول ان رامي احتاج يبعد عن ام كلثوم علشان يقدر يشفي نفسه من حبها، لكن ام كلثوم ما قدرتش عشان معظم اغانيها الناجحة من كتابات احمد رامي. ففي مرة اتصلت بيه وطلبت تقابله وهو في الطريق كان بيكرر يا ترى جددت حبك. ولما تقابله قالت له ام كلثوم انا عاوزة كلام يا رامي، ورد فورا موجود وروح البيت وكتب جددت حبك ليه بعد الفؤاد مرتاح، حرام عليك خليه غافل عن اللي راح.